اسكندرية ماريا وترابها زعفران. هذا اليوم اسكندري تقريبا بنسبة 90%، على أساس كان عندنا فقرة إخبارية في القسم الأول من الحلقة، ولكن أبرز مدوني الاسكندرية معي في الاستوديو هم مدونين حقيقيين. أحمد عبد الكريم أحد هؤلاء المتميزين، وله مع رفقائه من المدونين ومن الناشطين الانترنتيين في الاسكندرية افكار جديده في الميديا الجديده والاعلام الجديد. يقول لك الميديا التحتيه. اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. نورني. ربنا يخليك. ايه حكايه الميديا التحتيه دي؟ هو انا قبل ما اقول لك الميديا التحتيه او الانفرا ميديا، اقول لك بقى يعني بريس اكشن. بريس اكشن هي مجموعه من الشباب، ويجي تعرفها انها مجموعه اعلاميه مستقله تعمل في اطار المجتمع المدني، تتبنى قضاياه وتسلط الضوء على اعماله. طب ليه هي بريس اكشن؟ الاسم كان انجلش، يعني الاسم كان انجلش علشان الاوضاع يعني، وفي نفس الوقت هو بيعبر عن الموضوع. وده كان ايه؟ جماعه ضغط اعلاميه. جماعه الضغط الاعلاميه دي ليه قامت لوجود قصور في الميديا التقليديه او في الشكل التقليدي. احنا كنا بنشوف اللي بيحصل في الشارع، مش هو اللي بيظهر في الميديا. مش هو ده اللي حاصل، مش هو ده المغاير، مش هو ده المغاير. ففضلت بقى ايه؟ فظهرت مجموعه بريس اكشن. فضلت بقى في اعماله كان توجهها الاساسي هو فكره الحملات، انها تعمل حمله على اي قضيه هي شايفاها. بعد كده يعني من حوالي السنه دي، يعني بعد 5 سنين، هي ظهرت في 2005، ومن بعد الثوره بدات تشتغل شغلها بشكل مكثف. فظهر بقى موضوع الانفرا ميديا. كلمه انفرا ميديا هي كلمه انفراستراكشر، اللي هي معنى هي البنيه البنيه التحتيه. التحتيه يعني اللي هي بالانجليزي بالظبط انفراستراكشر، البنيه التحتيه، البنيه سواء كانت في التحتيه. الاعلام او كانت في البنيه التحتيه بتاعت الصرف الصحي والطرق الى اخره. هي بنيه تحتيه انفراستراكشر. مظبوط. الانفرا ميديا بقى على غرارها، يعني على وزنها كده اهوت. انتوا اللي صنعتوا هذا المصطلح ولا هو موجود عالميا؟ لا، هو مش موجود عالميا، بس يعني توافق عليه من هم يعني ارباب اللغه الانجليزيه، يعني شافوه ان هو مناسب يعني. لكن عالميا ليه معاني تانية، لان احنا بنقول ده مش جديد. يعني مش فكره ان هو مش جديد. اتعمل باشكال اخرى. فهو ممكن يتقال بقى عليه اعلام الشارع، اعلام المواطن، الميديا التحتيه. يعني ايه ميديا تحتيه برضه؟ انا يعني اوكي فهمنا المصطلح جاي منين، بس تقصدوا بيها ايه ميديا تحتيه؟ بنحاول نعمل نظام اعلامي يكون في مدخلاته ومخرجاته معتمد على المواطن، بحيث ان المواطن يكون هو المصدر، ويكون هو المتلقي. بس ده مش هيكون مهني تماما، يعني بصفه ان المواطن مواطن مشغول وده في حاجات تانية. وده هدف وده هدف ان انه ما هو ما يكونش يكونش مهني. ان هو ما يكونش بس مهني. مستوى المصداقيه هنا هيبقى ضعيف شويه. مش فكره مش قضيه المصداقيه، مستوى المصداقيه هيعلى. ليه؟ احنا بنجيب طبعا انت بتاخد شرائح المجتمع الثقافيه لحد ما تقدر توصل لمواطن بسيط جدا، وليكن مثلا بيع اي شيء او بيع متجول او كده. فطبعا اول من هيسمع لك هم شباب الجامعه، وكمان المهتمين بالاعلام. انت بتجيب مجموعه من الشباب، بتدربهم على مبادئ اعلاميه. المبادئ الاعلاميه دي هي تبتدي هم بعد كده بافكارهم يحولوها الى يستخدموها ان هم يخرجوا بيها موضوعات لا تثار في الاعلام، او الاعلام مش مديها اهميه، او مش بنفس الشكل. كده هو مش صحفي محترف. واحنا اصلا لما نشأنا كان عندنا اعتراضين على المؤسسه، على كلمه المؤسسه في حد ذاتها، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، اللي هو التنظيم الاداري. التنظيم الاداري شديد البيروقراطيه، والبيروقراطيه دي يعني مصطلح فلسفي نشأت من بيئة سويسرا، لكن مصر يعني جابتها في أرض يعني للأسف. دي من ناحية. تاني حاجة الأكاديمية تكون قاتلة للموهبة، وتكون قاتلة للإبداع بالأشكال، إنها تعامل على إنها عبادة. عبادة لازم يكون كده، مش لازم يكون كده. طبعا مش هنعيد اكتشاف قانون الجاذبية من جديد يعني. فطبعا في حاجات أكاديمية وفي حاجات معروفة بالظبط، ولكن يعني التعامل معاها وليس بالقدسية. ولذلك ما كانش في حاجة اسمها صاحبة الجلالة. يعني لفظ مستفز، صاحبة الجلالة. الجلالة للشعب، الجلالة للناس، للي انت عايشين، كده بتخش الرأي جامد في العام. الصحافه.
لا انا ممكن اخش لك في مسبيرو لو حابب. أخش لك في ما مسبيرو. عندناش اي مشكله يعني. انا يعني احب اسجل حاجه، يعني مم. البرنامج بتاعك انا لما اطلعت عليه لقيته حاجه يعني هايله جدا. اشكرك. وهو يعني احدى وسائلنا ان احنا البنيان العظيم دهوت، يعني مسبيرو، الاهرامات، الكلام ده كله، دي الحاجات اللي بتميز مصر. كان من يعني مما يثير الدموع، يعني ان يكون الحاجات الحيويه اللي عندك ما بيدخلها، ما فيهاش حد يعبر عنك. صحيح. لا، البرنامج ده من قبل 25 يناير وغيرها هو عبر عن شباب كتير جدا جدا. انا تابعت حلقاته وشفت شغله على اليوتيوب. بصراحه هو في حاله من التميز عاليه جدا جدا. وجاب شباب النهارده غيروا كتير وموضوع غير كتير جدا في البنيه الاساسيه المصريه يعني. فانا بصراحه اشكركم واشكر كمان مجموعه العمل معاكم يعني. اشكرك الله على يخليك. الكلام الجميل منك وعلى هذا التقدير الرائع. اتفضل. يعني لولا بس وقت البرنامج كنت ممكن اديك تحليل عالي قوي لدهوت، بس يعني ان شاء الله بعدين باذن الله. اشكرك. يعني يهمنا ان احنا نتفاعل دائما على النيو ميديا عشان نوصل لكل المصريين ولكل العرب ولكل الطاقات المصريه والعربيه خارج الوطن وداخل الوطن عبر جروب البرنامج اي تو شو وذ احمد يوسف، او على تويتر @دماغ تك، او على البروفايل الشخصي الخاص بيه. وممكن نتابع كل الحلقات على احمد يوسف شو. نعود من جديد مرة أخرى لحديثك حول الميديا التحتية بقى، اللي أنت شرحت أنتوا بتعملوا إيه. عاوزين إعلام من المواطن إلى المواطن، مش عاوزين تدخلات، مش عاوزين ألفاظ كبرى صاحبة الجلالة. شايفين إنه في عصر المبعديات ما بعد الثورة ما عادش فيه يعني كهنة أو فراعنة أو فكرة الأخ الأكبر يعني. كنت قلت لحضرتك ان احنا كنا اعترضنا على فكره الاكاديميه والمؤسسه، وكان عندنا حاجات كمان بنشوفها في الصحفي وفي الاعلامي بتهينه وتهين. فيعني ما يعني بدون ذكر اسماء، كان في صحفي كبير جدا ظهر في التلفزيون ويقول بمنتهى: انا قعدت 7 سنين واقف على باب روزا اليوسف لحد ما اشتغلت. واحده زميلتي يعني صحفيه جالها كارنيه نقابه بعد 5 سنين، وانا شفتها يعني صرف اللفظ بتتفرم في انها تجيب حاجات وترسل الجورنان، وكان جورنان الدستور يعني. وفي الاخر فرحت قوي بكارنيه النقابه لما خدته. يعني من يعطي الصحفي ان هو صحفي، ولا يعطي الاعلامي ان هو اعلامي غير شغله اللي بيبذله واللي بيعمله؟ هو ولاي مدى غير انا احتاج الجمهور من والمواطن كمان. الجمهور والمواطن؟ طبعا. ازاي يعني انا اعتمد ان مجرد تاشيره مدير او رئيس ايا كان، وقد يكون مش بنفس موهبه هذا الصاعد الجديد، غير ان هو بيقتله من البدايه. وانا شفت ناس كتيره حطمت وخرجت من مجال الاعلام بسبب الشكل ده. يعني الإعلامي أو الصحفي مش على راسه ريشة. مش على راسه أنا ريش. متفق معاك تمام. مش على راسه ريش. متفق معاك تمام. ال 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 فيما بعد كده هوت ان بقى فضل بقى موضوع المواطن نفسه. طب ايه المعلومه؟ ما بتروحلوش معلومه، ما بتروحلوش حاجه كويسه. مم. طب ما هنرجع بقى للمبادئ اصلا. خلينا في الاعلام المباشر، ننزل بقى نعمل قوافل دعوه ونتكلم مع ناس. لان في فكر الاعلام والتعليم و... والام، في حاجات كده اساسيه بتكون الايديولوجيه. فطبعا الاعلام بيعمل ايديولوجيه. فما يطلع احلام الناس وما يطلع اوهام الناس هو الاعلام. والاعلام هو المربي الاكبر، اصبح لا الام ولا الاب ولا المدرسه، الاعلام هو المربي. صحيح. لازم توصل بقى حاجه للناس، تقول لها نتكلم في ايه النهارده، النهارده يكون حلمنا ايه، النهارده يكون وهمنا ايه. طب عاوز اروح في التكنولوجي بقى. انت يعني ناشط وشهير في فكرة الحملات التسويقية والالكترونية على الانترنت. ايه ابرز الوسائل تنصحنا بيها كمان، والمشاهد يحب يعرف ازاي نعمل تسويق ذكي لينا لحملاتنا لافكارنا، سواء كان هناك منتج او كان هناك فكرة او كان هناك شخص عاوز يسوق نفسه. هو مبدئيا التحرك في الشارع. وطبعا بما ان هو اصلا يعني شارع ودي ده على طبيعه، الشارع، انا عاوز على الانترنت. هقول لحضرتك. طيب. وبما برضك بفعل النظام السابق وكده، التحرك في الشارع صعب جدا. انت تيجي بعدد كبير تتكلم مع الناس، واللي عايز يتكلم معاك هيبقى صعب قوي انه يتكلم معاك. فانك تشتغل شغل مثلا 20 يوم ويفضل واحد يجي لك 3 4 يتكلموا معاك، ده صعب. لكن حل الموضوع ده طبعا الانترنت ومشاكل وطبعا وضحت اثاره طبعا في الفتره الاخيره. طب مشكله الانترنت كله في ايه؟ ان الشكل فيه عشوائي. يعني معناه انت هتخش تكتب، انا هخش اكتب، انا هخش اقول كذا اقول كذا، وغالبا ما هتكون الميديا التقليديه الوحيده. فمثلا احنا مش عاجبانا مثلا زياره رئيس معين، فكل واحد هيخش يتكلم عليها لان الميديا التقليديه هي اللي قالت على كده اهو. لكن انت ازاي نعمل عمل جماعي نتحرك فيه؟ نتحرك نعمل ده هو. احنا مثلا ابتدينا في الاول قلنا نعمل مجموعه بلوجات. البلوجات دي كلها بتتكلم عن حاجه واحده. فنفترض مثلا احنا عندنا مشكله مع الميه،
ازمه تلوث المياه مثلا، وبالاحرى مشاكل اجتماعيه قبل ما تكون سياسيه. نتكلم، فانت هتخش تتكلم على الميه وانا هخش اتكلم على الميه، ونقسم بقى. انا هتكلم عليها من ناحيه حرب المياه، حضرتك هتتكلم عليها من ناحيه ترشيد الاستهلاك، من ناحيه كذا كذا كذا. فنعمل حركه، ويبتدي الناس تهتم كتير. فبدل ما اخش في واحد بيتكلم على الميه، خلاص ماشي واحد، لكن 210 11 20 بيتكلموا على الميه. فمحاوله صناعه عمل جماعي على النت، لان الموضوع كله الازمه في العمل الجماعي. احنا ابتدينا احنا عندنا مشكله في الاداره، ومشكله الاداره تبدا بالعمل الجماعي، لان هو عمل جماعي. طيب ما يعيب الانترنت هو ان هو فردي. صحيح بيظهر الحاله الشخصيه والانسان بيعبر عن نفسه كده، ولكن في الاخر بنحتاج الى العمل الجماعي. وفي نفس الوقت برضك الى فكره برضك القاده او السياسه الى اي مدى يكون دورهم. وموضوع هو ايه الهيراركي، وتظهر هنا حكايه بقى ايه شغل الطبق الطاير والرمح. يعني لو في وقت ممكن اكلمك في الحكايه ديت، ان انا لما اجي احرك طبق طاير في اليه في تحريكه وفي اليه في استخدامه، غير لما اجي ارمي رمح. الطبق الرمح مش الراس هو اللي بيحركه، الجسم كله. فهو بالظبط احنا بنستخدم. طبعا وجود تحويل كمان العالم الافتراضي الى حاجه واقعيه على الارض، الحاجه واقعيه على الارض. ده تلميذ زي ما كنا بنقول ان استخدام الانترنت بس هو مجموعه المثقفين او مجموعه الشباب الجامعه، فلازم يوصل للارض. فازاي بقى انا فاهم ده وفاهم ده؟ فظهر كده بيبقى اشبه ان محتاجين ان في علم انشأه الانترنت، علم جديد لازم يقنن، لازم نختار عن تقنينه وتنظيره. قلت لحضرتك مجموعه البلوجات ممكن نعملها في نفس الوقت، زي البيج على الفيسبوك او كده اهوت، ان ما يكونش مثلا انا كاحمد عمال اكتب ادرس واقول وانزل حاجاته. لا، ده كل يوم اسم جديد بينزل على نفس الموضوع. حدث واحد تلاقيه غطاه 15 زي 27 زي 27 اللي فات في المظاهرات، ده غطاها اكتر من حوالي 50 نشط على نفس الفيديو. فسمعنا غير لما تكتب من ناحيه ونكتب من ناحيه، وكل واحد صناعه العمل الجماعي، ان انا اقدر عملنا جماعي. احنا كمجموعه بريس اكشن كل عملنا احنا في الانفرا ميديا بنشتغل او تقصي حقائق، وبعدين بنشتغل تصوير تلفزيوني، وبعدين نشتغل في جميع المراحل. في جميع المراحل بنتعامل مع الانترنت. اول حاجه تقصي الحقائق، بنجمع المعلومات الموجوده على الانترنت في الاول، وننزل نقولها في الشارع. حد يعرف معلومات اكتر من كده فيديك معلومات ثانيه، فترجع ترفعها على الانترنت، فالانترنت يجاوبك بمعلومات جديده، فتنزل للشارع بيها، وهكذا. تخش بعد كده التصوير ترفعه، فلقى قبول من الناس. تمام، لقى قبول من مجموعه الانترنت، تبتدي توجه بيه للقنوات الفضائيه، تقول يبقى ده هيبتدي يهتموا بيه، او نعمل هم كروس ميديا هنا اهوت، كروس ميديا ما بين دي بقى تتعامل الميديا معاه القديمه والجديده، او الجديده بالظبط. والقديمه والعكس. لان هو وعلى الهوا كده هو الميديا التحتيه في سبيل الاحتلال الميديا التقليديه، والدخول العالمي، اللي هو الموضوع خلصوا برنامجك بدري على فكره. يعني هو خلصه من بدري، بس هو محتاجين يكون على نطاق واسع، محتاج انه يكون على نطاق واسع، وفي كذا برنامج وفي كذا قناه. الناس عايزين نعمل استبيان، نشوف الاول عن احنا عملنا استبيان في يوم 27 بنتكلم فيه على المحاكمه، وبنتكلم فيه على المحليات، وبنتكلم فيه على تحسين الاجور، وايه الاولويه عند المواطن ده. ترجع بعد كده ترفعه على الانترنت، تقول والله الشارع قال كذا. طب انت جماعه ده في مظاهره، ده ناشطين سياسيين، طب على النت هيقولوا ايه؟ نقول له الشارع والله قال 50%. تيجي النت يجاوبك ان ده صح ولا مش صح، لو كان في حد عمل حاجه زي كده يقول لك يعني. تتواصل بقى، زي انا شفت مثلا في برنامج في حلقه من حلقاتك اللي هو موضوع ظبطتك. شفت ده حاجه زي كده، احنا لقينا حد بيعمل حاجه شبيهه ليه، يعني هو جاي نتصل بيه ونلمك معاه ونبتدي نعمل معاه شغل، ان هو كده بيوفر علينا موضوع كبير. تيجي بعد كده بقى اهم حاجه بعد الاطلاق، الحشد والدعوه. يا جماعه انا عايز اعمل كذا، فاول ما بيجي ناشطين الانترنت هم اللي يبتدوا يقولوا لك نعم. انا بشكرك وبحييك. عاوز اعرف بس اخيرا، المدونين في الاسكندريه بيتقابلوا في ليهم مقهى معين او مكان للتجمع؟ يعني انت واسماعيل مثلا وباقي المدونين السكندريين بتقابلوا اونلاين بس، ولا هناك مكان شهير في الاسكندريه بتتجمعوا فيه؟ لا، هو بيبقى صعب جدا لو انا عرفتك اونلاين، صعب قوي ان انا ما اقابلكش. تاني يوم بقابلك، بيعمل نوع من الصداقه. اصبح الانترنت دلوقتي كان في الاول وسيله اتصال، هو النهارده اصبح وسيله تواصل. لينا طبعا اماكن كتير جدا بنتواصل فيها سعيد جدا بيك احمد عبد الكريم، كمدون وكناشط وكصاحب حملات على الانترنت وصاحب فكر، انت وفريقك في التعامل على الشبكه وعلى الارض، عشان دلوقتي التواصل اصبح الان، او المرحله الجديده او الاختراع المصري في الثوره انها نزلت من الفيسبوك والانترنت الى الارض. نورتني.
شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر كل فريق عمل استوديو 34 هنا في ماسبيرو، على رأسهم مخرج البرنامج محمد الطحاوي ومخرج المنفذ كريم ممدوح. كنت معكم أنا أحمد يوسف.